مريزلة قنطرون أكاديمايا كنوشيايا زوياخا دقرشتا ددرانا على كتاوا مشومها من يرتوتا موصليتا تكاتوا وأمانة عراقايا موصلايا وسيم عبد المعين اسكندر وآها على أوانة قنطرون برستاقة عنكاوا بأربيل وهدر آها زوياخا مرضو تانايا خامنيانا من ممثلانة شت آسم شخلبة وأكاديماية والصبرة ومردنة وأمنة ويودا عاية ويصيبة بملوءة يرتو تاناية ومشوري زوياخا بمملد مقابلتا بشينا لهديرة بيدم يقرأ عماد متي مشتاق لانا دمرانوتا قنطرون أكاديمايا كنوشيايا هاود أب مقرولة من هرتا بودخوي شاثت زوياخا ويرتوثا مردوتانيتا موصليتا عم قريتا خكمة لقاطة من شربة خيد آمورا. نفتخر كهيئة إدارية للمركز بإقامة هذه الاحتفالية ونستضيف في مركزنا للمرة الثانية وبفرح الكاتب والفنان الموصلي وسيم اسكندر ليوقع كتابه الموسوم من تراثنا الموصلي. كذلك نرحب بالأستاذ والمربي الفاضل لوقا متي يعقوب الذي سيدير هذه الاحتفالية. من بداياته الفنية يقول عن نفسه يحب وسيم الغناء، أحب وسيم الغناء الموصلي منذ الصغر وخاصة الأغنية الموصلية التراثية، وقدمه للإذاعة الفنان الرائد أديب السمعاني، وقام بإعادة تسجيل العديد من الأغاني الموصلية التراثية القديمة، كذلك بإحياء العديد من الحفلات في الموصل وبغداد وأربيل، بالإضافة إلى امتلاكه مكتبة ساخرة بالكتب والصور القديمة في داره، واعتمد في جمع المعلومات التراثية على كتب التراث الموصلي لمؤرخين موصليين معروفين، بالإضافة إلى كبار السن من الرجال والنساء من أهل الموصل. وباتر هادخ مشو تبلم دبران الدها رمشا مردو تانايا ملبانا ميقرا لوقا متي يعقوب مقروتا داهيتوتا صبريتا وأمنيتا بيت خكمة منهر ياثا على كثاوة وآب على صورة بين التاريخ ويرتوثا وكد مشوريلي آموريا أخ السواذا بيد شؤالي وبوناي عم آمورا كاتوا وأمانة وسيم اسكندر. هذا الكتاب لكي يأخذ مكانته اللائقة بين أقرانه من كتب التراث والمعرفة بشتى صنوفها والتي تمتلئ بها مكتبة الموصل الزاخرة. فتحية للأخ وسيم، ونبدأ بالأسئلة اللي من خلالها يعرفنا على فكرة الكتاب وعلى المدة اللي استغرقها في كتابة هذا الكتاب. جتني فقط فكرة أنه أعمل كتاب ثاني عن تراث مدينة الموصل، والناس أيضا طالبوني بأن أعمل كتاب آخر، فأفكار كثيرة دارت في بالي، وأنا مطلع على العديد من كتب التراث الموصلي لمؤرخين موصليين معروفين أمثال أستاذنا القدير أزهر عبيدي، وأستاذنا القدير في السويد عامر فندقلي، وسعيد الديوجي، وعبد الجبار محمد جرجيس، وأسماء كثيرة. فجتني فكرة أنه أحول برنامج من تراثنا الموصلي، هذا البرنامج اللي كنت أقدمه من على شاشة قناة عشتار عام 2016-2017، وكان يتكون من 36 حلقة، أنه أحول هذا البرنامج إلى كتاب وأكمل بعد. فنسبة المعلومات اللي موجودة في هذا الكتاب من برنامج من تراثنا الموصلي هي تقريباً 50%، و50% من المعلومات الأخرى اللي موجودة في هذا الكتاب أنه أنا جمعتها من كبار السن من أهل الموصل، وأيضاً استعنت بكتب لمؤرخين موصليين معروفين. أما أستاذ لوقا، بالنسبة لسؤالك الثاني حول المدة الزمنية اللي استغرقتها في إنجاز هذا الكتاب، فهو تقريباً 2.5 سنين. أستاذ وسيم، بمناسبة الحديث عن الصورة طبعاً تغني عن الكلام،
فالكتاب مزدان بالصور الكثيرة. احكي لنا عن الصور وكيفية حصولك عليها والمراجع والتوثيق أيضا. بالنسبة لموضوع الصور، الكتاب بصراحة خليته بينه أكثر من 160 صورة. طريقة الحصول على الصور هي كالآتي: أنا دائما الضيوف اللي عندي بالبرنامج، سواء برنامج من تراثنا المصلي أو حكايات مصلاوية، دائما ألتقي بهم قبل البرنامج بأسبوع، أسبوعين، شهر. فأول ما أطالبه أقول له: إيش عندك صور قديمة؟ نريد نحكي على الصور، لأن الصورة هي تعزز كلام هذا الشخص. فبصراحة بعض الصور اللي موجودة بالكتاب هي حصلت عليها عن طريق الضيوف، وقسم صور لا بعثوا لي ناس وأشخاص، قسم صور أنا خابرت مثلا كل واحد مثلا اختصاصه، ما عندك صورة مال أبوك، ما عندك صورة مال جدك عن الموضوع الفلاني. وآخر شيء أنه بعض الصور استعنت بها من الانترنت. اكو بس فقط ملاحظه: مره شخص من الاشخاص قال لي يعني ما اسهل انه انت تعمل يعني برنامج تلفزيوني؟ قلت له: شلون سهل؟ قال: تفتح جوجل وتطلع. طبعا بالنسبه انا هذا الموضوع ما اعمله ابد. انا عامل 180 حلقه تراثيه عن مدينه الموصل. بالنسبه الى مراجعي، المرجع الاول يكون عندي كتب التراث، ومرات أكمل المعلومة من الأشخاص الكبار بالعمر. أما بالنسبة إلى موضوع الصور ففقط مرات يعني ناخذ الصور من الانترنت لغرض التوضيح إذا ما توفرت عندنا الصور. هذا بالنسبة لموضوع الصور. طاف البنا بالشطاف والمعبر بلا مجداف، يا رب انت تنجينا من البنين الضعاف. طاف البنا بالشطاف والمعبر بلا مجداف، يا رب انت تنجينا من البنين الضعاف. طبعا لوني كلش طويل، وهالوني يمكن عمل اسكندر الأعمى سنة 1890. المحل محلتنا والزفة زفتنا، المحل محلتنا والزفة زفتنا، واللي يحبنا ويغيدنا يشارك بفرحتنا، واللي يحبنا ويغيدنا يشارك بفرحتنا. عغاصنا من خزرج خاتلنا من الميدان، عغاصنا من خزرج خاتلنا من الميدان، جبناها بالهاليل عالوالة يا زمان، جبناها بالهاليل عالوالة يا زمان. وباتر برقتد أموريا مقرولة آمورا سهدو ياثد إيقارة قاخا منيانا من آني دمشو تبلي أو إثوالي دورة بعضرنته المنبقت داها كتاوة دمن يارتوتا موصل ليتا ديلي كتاوه تريانا باتر كتاوه قمايا زمرياثا موصلياثا أوتونياتي. خرطم شو تبلي خامنيانا من هضيرة مقروطة دعوقاوة وشوالة بدخوي شاثة دكتاوة وأموريا عم بونايا ومنهر ياثد آمورا عالي. وبش لختيمة آها زوياخة بقرشتد آمورة كاتوة وأمانة وسيم اسكندر لدرانا على كتاوة مقروته قهديرة أخشو كانت إيقارة.